حبيب قلبي يلا بينا كده نشوف الاميتر. هتركز لان الاميتر مهم جدا جدا جدا، وهكلمك دلوقتي عن تفاصيل كتير قوي. انا بس عايز انصحك نصيحه قبل ما احنا نبدا. طب ايه هي النصيحه يا باشمهندس؟ حبيب قلبي، دايما اتعامل مع اجهزه القياس الكهربي بشغل الفصل الاول، قانون اوم، انك ترسم المساله وتحل بالشغل اللي انت اتعلمته في الدرس الثاني تحديدا والدرس الثالث من الفصل الاولاني. طب يلا بينا، مش هطول عليك، نشوف كده. جلفانو مقاومته 54 اوم. انا بحب طبعا ارسم. ادي الجلفانو مقاومته اللي هي الار جي هتساوي 54 اوم، وصلها بمجزئ تيار، تمام، اللي هو ايه يا جماعه؟ اللي هو الار اس. كلام سليم. فمره في الجلفانو 1 من 10 من التيار كله، مره هنا 1 من 10 اي. طب ما هو ده بالنسبه لي كده اي، يبقى هنا مره كام؟ 9 من 10 اي. هو عايز يعرف قيمه الار اس قد ايه. طيب دي بالنسبه لي الرسمه. تعالى بقى شغل الفصل الاول. دي 9 من 10، ده 1 من 10، التيار 9 تيار، يبقى المقاومه تسع المقاومه. يعني من هنا ار اس هيبقى بالنسبه لي ار جي على التسعه. يبقى الار اس بتساوي ار جي اللي هي كام؟ 54. تقسمها على كام يا باشا؟ تقسمها على التسعه. 54 على التسعه هيدي حضرتك ار اس بكام؟ هيدي حضرتك ار اس ب 6 اوم زي ما احنا شايفين. يبقى ده بالنسبه للسؤال الاول. شوف رسمت واتعاملت ما عنديش اي مشكله، وجيت قلت لك التيار 9 تيار، يبقى المقاومه تسع المقاومه، ده 54، يبقى دي تسعها تسع ال 54 هيبقى 6 اوم زي ما احنا شايفين. ده بالنسبه للسؤال الاول. طيب تعالى نشوف مع بعض السؤال رقم 2 بيقول لي ايه. السؤال رقم 2، تعالى يا باشا. اميتر مقاومته 30 اوم. اميتر مقاومته 30 اوم. انا عايز اقول لك على حاجه. اي جهاز هعدل عليه اسمه جلفانو. يعني لما اقول لك اميتر 30 اوم وهبدا ان انا اوصل له مجزئ او هبدا ان انا ازود مداه، هعدل عليه عامه، فالاميتر ده اسمه جلفانو بالنسبه لي في القوانين اللي هنستخدمها. يعني لما اقول لك اميتر مقاومته 30 اوم يبقى ده الجلفانو لان هعدل عليه دلوقتي. ده جلفانو مقاومته كام؟ 30 اوم زي ما حضرتك شايف. عايز مقاومه المجزئ اللازم ينقاس حساسيته للثلث. يعني هوصل المجزئ كده ار اس وهنقص حساسيته للتلت. طيب ثانيه واحده بس. يعني ايه انقص حساسيته للتلت؟ يعني حضرتك الحساسيه بتساوي سيتا على جنب كده، حساسيه بتساوي ايه؟ سيتا على الار. ماشي يا سيدي. طب انقذ الحساسيه للتلت، يعني حضرتك الحساسيه دي تقل للتلت، يعني هروح لنفس الزاويه بثلاث امثال التيار. شوف اهو، حساسيه تقل للتلت يبقى اروح للنهايه بثلاث امثال التيار. يعني مثلا كان معاك الجلفانو كان اي بيوديك للنهايه، لا الجديد منه فيه بقى لما اوصل مجزء وابقى جهاز جديد اروح للنهايه بثلاث امثال التيار. يعني بالنسبه لي بكام؟ بثلاثه يعني كانت بتعيط من اول قلم بقت بتعيط من ثالث قلم. انت كده قللت حساسيتها للتل. طيب بحسبتي هنا لما تيجي تبص، ده 3 اي، ده اي، يبقى هنا كام يا جماعه؟ يبقى هنا 2 اي. قال لا، التيار ضعف التيار، يبقى المقاومه نص المقاومه، يبقى الار اس هتساوي ار جي على الاثنين، يبقى 30 على الاثنين هيديك كام يا جماعه؟ هيديك 15 اوم. دي قيمه الار اس اللي هو عايزها. في واحد يجي يقول لك ايه مستر انا مفتكس طريقه، مع احترامي انا فهمت الكلام ده يا مستر، ان انقاص الحساسيه للتلت يعني كنت بروح النهايه باي، بقيت بعد التعديل بروح لنفس النهايه او نفس الزاويه بتاعتها اي، فوصلت مجزء مره في 2 والتيار ضعف التيار يبقى المقاومه نص المقاومه. يجي واحد يقول لك ايه انا عندي طريقه للبصمجه، قلت له ايه؟ قال لي بص يا مصر، مش انت عايز تنقص حساسيه قلت قال لي هشقلب اطرح واحد اشقلب يديني الار اس بداله الار جي، اشقلب اطرح واحد اشقلب، اشقلب اطرح واحد اشقلب. يعني دي تقول تشقلبها يبقى 3، اطرح واحد يبقى 2، ارجع شقلب يبقى نص. يبقى هيديك الار اس ان هي بالنسبه لي نص الار جي، يعني نص ال 30 هيبقى 15 اوم زي ما احنا اشتغلنا. فدي قيمه الار اس. طب رجع تاني قال لك ايه؟ عايز المقاومه المكافئه للاميتر. ما ده كله على بعضه يا جماعه، ده كله على بعضه يا جماعه عباره عن اميتر. فالمقاومه المكافئه هما اتنين توازي، يعني ار كليه هي عباره عن ار جي ار اس على ار جي زائد ار اس. يعني ار الكليه هتساوي 30 والار اس 15، يبقى 30 ب 15 على 30 زائد 15 بدون كالكوليتر. دي مقاومه وضعفها الناتج تلت الكبيره، تلت ال 30 هيبقى 10 اوم. دي المقاومه المكافئه زي ما حضرتك شايف. وده بالنسبه للسؤال رقم 2. خلاص. طب يلا بينا ننتقل للسؤال اللي بعديه رقم 3. تعالى يا مدير كده للسؤال رقم 3. هنحله بلغه الفهم وبعد كده هنحل خلاص بطريقه سريعه. يعني احنا بنقول لك ايه طريقه البصمجه بحيث انك اوريدي خلاص فهمت، وبعد كده بتسرع الاداء بقى في الحل لان ده مطلوب منك. مجزء تيار مقاومته 1 من 10، ده بينقص الحساسيه العشر. لا استنى، يعني انت عندك جلفانو ار جي وعندك مجزء تيار ار اس. الار اس بكام؟ بواحد من 10 او، ده بينقص الحساسيه للعشر. يعني ايه؟ لو بروح للنهايه كجلفانو باي بعد التعديل وتوصيل المجزئ بروح لنفس النهايه بكام؟ ب 10 يبقى وصلت مجزئ كام؟ 9 التيار 9 التيار، يبقى المقاومه دي تسع دي، يعني الار اس هيبقى بالنسبه لي تسع الار جي،
يبقى الار جي هتساوي 9 ار اس، يعني 9 في 1 من 10، يعني 9 من 10 اوم. دي الار جي اللي ما بتتغيرش جبتها. طب رجعت تاني جيت قلت لك ايه بقى؟ عايز المجزء اللي لما يتوصل مع نفس الجلفانو. خلاص انا عندي الجلفانو اللي هو مقاومته كام يا جماعه؟ 9 من 10 اوم. هوصل معاه مجزء على التوازي اللي هو ار اس. قال لي ينقص الحساسيه لايه؟ لربع. ينقص الحساسيه للربع، يعني لو كنت بروح قبل توصيل مجزء للنهايه باي، بقيت بروح للنهايه بكام يا جماعه؟ ب 4 ار. يبقى مره هنا على حسبتي كام؟ 3 ار. التيار 3 التيار، يبقى المقاومه ثلث المقاومه، يبقى ار اس هتساوي ثلث الار جي، يعني هتساوي ثلث في الار جي اللي هي 9 من 10، هيديني كام؟ 3 من 10 اوم. دي الاجابه اللي هو عايزها وشكرا. طب يا مستر لو عايز اسرع الاداء عن كده بدون التفاصيل الكتيره دي، يا عم في ثواني. انقاص الحساسيه للعشر، يعني الار اس هتساوي تسع الار جي، وانقاص الحساسيه للربع يعني الار اس هتساوي، طبعا شقلب راح واحد، شقلب ربع يبقى شقلبتها 4، 4 ناقص 1 3، شقلب يبقى تلت، يبقى دي تلت الار جي. فانت في الاول عندك الار اس هتجيب منها الار جي، وبعد كده عندك الار جي هتجيب منها الار اس اللي هو عايزها. فاحنا المبدا اللي احنا شغالين بيه شقلب اطرح واحد شقلب يديك الار اس بدايه الار جي، شقلب اطرح واحد شقلب يديك الار اس بدايه الار جي. لما اجي اقول لك تسالك سؤال عايز انقص الحساسيه لقيمه معينه. طيب يلا بينا السؤال اللي بعده نشوف كده مع بعض يا جماعه. بيقول لي ايه وعايز مننا ايه؟ جلفانو مقاومه ملفه 8 اوم، يقيس تيار اقصاه 200 ملي امبير. ماشي. احب اشوف برضو الرسمه كده. ادي جلفانو اللي هو ار جي مقاومته كام؟ 8 اوم. اقصى تيار ممكن يستحمله ملف الجلفانو يا جماعه 200 ملي امبير. ماشي يا سيدي. احسب مقدار المقاومه اللي واجب توصيلها على التوازي. الله، اوصل ار اس اهو مجزء تيار يا جماعه اللي هي مقاومه صغيره لتحويله الى اميتر يقيس تيار اقصاه. يبقى جهاز جديد اقصى حاجه يقيسها كام؟ 1 امبير. ماشي يا باشا. طيب يبقى على حسبتنا كده لحد دلوقتي انا عايز الار اس. والله ممكن تتعامل بقوانين اوم، ما عنديش ادنى مشكله، وممكن تطبق في القانون المباشر. يعني انا حافظ قانون الار اس. يعني الار اس في الاستنتاجات ار اس بتساوي اي جي ار جي على الاي ناقص الاي جي. ده قانون مباشر لحساب الار اس. ممكن اعوض في القانون المباشر ده. فانا يا باشا لو جيت اعوض في القانون المباشر اللي عندي ده، الاي جي بكام؟ ب 200 في 10 سالب 3. ده الاي جي. والار جي بكام يا جماعه؟ ب 8 على الاي اللي هو كام؟ اللي هو 1 ناقص حط قوس الاي جي اللي هو كام؟ 200 مللي، يعني 200 في 10 سالب 3. هيطلع معايا قيمه الار اس يا جماعه بكام؟ ب 2 اوم. كان يعني انسب لي ان انا احط قانون الار اس بشكل مباشر. كنت عايز بقى تقول 1 ناقص كذا تجيب التيار اللي هنا وتلعبها شغل فصل اول انك تجيب قيمه المقاومه دي، انا ما عنديش مشكله. طب قال لك ايه بقى؟ رجع تاني قال لك ايه؟ واذا وصلت مقاومه على التوازي مع المقاومه المضافه مساويه لها في المقدار. يعني انت جبت الار اس بكام؟ ب 2 اوم، ووصلت معاها توازي واحده زيها ب 2 اوم. طب ما كده اصبح مجزء التيار قيمته 1 اوم، لان في 2 و2 توازي 1 اوم. عايز بقى التيار الجديد. طب ما من المعادله دي يا جماعه الاي لما اجيبه في طرف، شوف الجزء ده يروح مكان الار اس والار اس تيجي مكانه، يبقى اي جي ار جي على ار اس. بس المفروض اكتب هنا ايه؟ اي ناقص اي جي. نيجاتيف اي جي تيجي هنا يبقى بوزيتيف اي جي. بس يلا بينا نحسب بقى الاي هتساوي الاي جي اقصى تيار بيستحمله 200 مللي، يعني 200 في 10 سالب 3 ما بيتغيرش، والار جي ب 8، والار اس 2 و2 توازي. ما انت وصلت مجزء التيار زي اللي موجود مع التوازي، ف 2 و2 توازي بكام؟ بواحد. الكلام ده كله زائد الاي جي اللي هو بكام يا جماعه؟ 200 مللي، يعني 200 في 10 اس سالب 3. هيطلع اقصى تيار يقيسه بقى في وجود المجزء الجديد 1.8 امبير يا باشا. ده بالنسبه لي الاجابه. فانت حبيب قلبي عوضت بالقوانين. لما احب اجيب الاي من هنا انقل الاي ناقص اي جي هناك، والار اس تيجي مكانها اهي. هيبقى هناك اي ناقص اي جي، ناقص اي جي تيجي هناك يبقى بوزيتيف اي جي. يبقى ده بالنسبه لي القانون. ومذاكره القوانين مهمه جدا جدا جدا. كنت عايز ترسمها شغل فصل اول وتحل شغل فصل اول برضه ما عنديش مشكله، بس انا كواحد عندي خبره شفت بناء على الارقام اللي موجوده فسرعه الحل بالقانون هتكون افضل. طيب يلا بينا يا باشا نشوف السؤال اللي بعده. رقم كام ده حبيبي؟ رقم 5. نشوف السؤال رقم 5 يا باشا بيعمل ايه وبيقول لي ايه. يلا بينا. بسم الله. جلفانو مقاومته 10 اوم واقصى تيار يقيسه 40 ملي امبير. تعالى كده نرسم. انا عندي جلفانو يا جماعه الار جي ده مقاومته كام؟ 10 اوم، واقصى تيار ممكن يقيسه بكام يا جماعه؟ ب 40 ملي امبير. ده اقصى تيار ممكن يقيسه الجلفانو اللي هو 40 ملي امبير، ده اقصى تيار. وصله بمجزء على التوازي اكيد اللي هو ار اس اهو، ثم وصله الكلام ده كله في دايره تحتوي على مقاومه 8 اوم. بحب ارسم اهو مقاومه 8 اوم، وعمود قوته الدفعه بطاريه، يعني قوته الدفعه 1.5 فولت،
مهمل المقاومه الداخليه احسن. وعند غلق الدائره لما قفلت الدائره كده مؤشر الجلفانو انحرف لثلاث ارباع التدريج. لا استنى، استنى بس استنى يا عم اسمع، استنى بقول لك استنى. مؤشر الجلفانو ده راح لثلاث ارباع التدريج. تعامل كانك فني يا حبيب قلبي مع السؤال، كان انت بتنفذ الكلام ده عملي. اقصى حاجه على الشاشه قدامك للجلفانو هو 40 مللي، بس لما كونت الدايره اللي مرسومه قدامك دي مؤشر ما راحش ل 40، المؤشر راح لثلاث ارباع التدريج، يعني ثلاث ارباع ال 40. طب ثلاث ارباع ال 40 كام؟ 30. ثلاث ارباع في 40 ب 30. فالتيار اللي بيمر فعليا في هذه الدايره وفي الجلفانو بالشكل ده هو 30 ملي امبير. طيب تعالى بقى، هو عايز يا باشا، هو بيقول لك ايه؟ احسب قيمه الار اس. الار اس دي مجهوله فاحنا عايزين قيمتها. خلاص هنلجا لشغل وقوانين وعلاقات الفصل الاول هتنجزنا دلوقتي. يلا بينا. ما انا ممكن اضرب الاي في الار اجيب الفولت في الفرع اللي فوق. ما انا عندي ده 10 وده 30 مللي، فالفولت دلوقتي بكام؟ 10 في 30 في 10 سالب 3، 10 في 30 في 10 سالب 3. ضربت اي في ار طلع 3 من 10 فولت. يبقى الفولت هنا اهو كام يا جماعه؟ 3 من 10 فولت. طب ما هو بالموازاه الفولت هنا برضو بكام؟ 3 من 10 فولت. طب ما هو الفولت كله واحد ونص، المنطقه دي واخده لها 3 من 10، يتبقى هنا كام؟ 1 و2 من 10 فولت. طب ما انا اقسم الفولت على المقاومه اجيب الكهرباء، يعني 1 و2 من 10 على الثمانية، فجبت تيار المقاومه دي اللي هو تيار كله 15 من 100 امبير، يبقى ده 15 من 100 امبير. طب ما انا عندي تيار كله والتيار هنا 3 من 100، 30 ملي امبير يعني 3 من 100 امبير. 15 من 100 ناقص 3 من 100 يديك التيار هنا بكام؟ 3 من 100 امبير. بس روح بقى هات الار اس. ما الار اس هتساوي الفولت اللي عليها بالنسبه للتيار اللي ماشي فيها. طب الفولت اللي عليها بكام يا جماعه؟ ب 3 من 10، والتيار ماشي فيها بكام يا جماعه؟ ب 3 من 100. تمام؟ نشوف 3 من 100 ولا 12% يا عم؟ يا عم 12%. يا عم انتوا بتعملوا ايه يا عم؟ ولا شاربين ايه يا عم؟ تركزوا يا باشا. يا حبيب قلبي احنا قلنا ان التيار كله 15 من 100 وهنا 3 من 100، يبقى 15 من 100 ناقص 3 من 100 يبقى الفرع ده 12 من 100 امبير. يبقى ده بالنسبه لي 12 اهو، 12 من 100 امبير. يبقى الفولت على التيار يديك المقاومه 3 من 10 على 12%، طلع معايا 5 على 2 يعني 2.5 اوم. دي بالنسبه لي قيمه الار اس زي ما حضرتك شايف. يبقى تاني يا باشمهندس انت عملت ايه؟ حبيب قلبي اول حاجه قال لك انحرف مؤشر الجلفانو تلات ارباع تدريج. يبقى اللي مر في الدايره دي في الفرع اللي فيه الجلفانو هو مش التيار كله، هو تلات ارباع التدريج، يعني تلات ارباع ال 40 يعني 30. جبت الفولت هنا اللي هو الفولت هنا، بقى الفولت كله هنا عندي. طب ما الفولت كله عندي، اطرح الفولت من الفولت يديك الفولت، اقسم فولت على المقاومه يديك التيار. عندك تيار كله وعندك تيار فرع، جيب التيار اللي ناقصه، اقسم الفولت اللي هنا على التيار اللي هنا تجيب المقاومه اللي هنا اللي هي ار اس. شغل فصل اول بحت. خلاص. طب يلا بينا ننتقل مع بعض للسؤال اللي بعده رقم 6. يلا يا باشا نشوف السؤال رقم 6 بيقول لي ايه. السؤال رقم 6 يا جماعه عايز مننا ايه؟ يلا بينا حبيب قلبي. بطاريه قوتها دفعه 3 و2 ومقاومتها الداخليه 1 و2. طب استنى نرسم. بطاريه الفي باتري يا جماعه بتساوي كام؟ 3 و2 فولت، ومقاومتها الداخليه اللي هي ار سمول 1 و2 من 10 او. قال لك واميتر مقاومته 1 و4. الاميتر ده مش مثالي، ده دي مقاومه. ادي الاميتر مقاومته كام؟ 1 و4 اوم، لازم اتعامل بالقيم اللي قدامها. وجلفانو متر مقاومته 4 اوم، وادي جلفانو مقاومه الجلفانو ده كام يا جماعه؟ 4 اوم. والصلات جمعهما على التوالي زي ما سيادتك شايف. احسب شيء التيار المر في كل من الجهازين بالملي امبير عندما يوصل الجلفانو على التوازي مع مقاومه 6 اوم. يعني هتوصل الجلفانو ده توازي مع مقاومه 6 اوم. هو بيقول لي ان هو عايز الكهرباء اللي تمر في الاميتر والكهرباء اللي بتمر في الجلفانو، بس عايزها تكون بالايه؟ بالملي امبير. فانا عايز اي اميتر هتساوي كام ملي واي جلفانو هتساوي كام ملي. اعتقد اللي قدامك ده شغل فصل اول بحت. اقسم الفولت كله على المقاومه كلها يديك التيار كله. طيب يلا بينا. الفولت كله كام يا جماعه؟ 3 و2. المقاومه كلها 1 و2. تمام اوكي. زائد 1 و4 زائد ضم التوازي 6 و4 توازي، يعني 6 في 4 على 6 زائد 4 24 على 10 2 و4، يبقى زائد 2 و4. دي كده اللي انا جبتها. التيار طلع التيار كله كام؟ 16 على 25. فولت كله على المقاومه كلها، طلع التيار كله بالامبير. التيار كله 16 على 25 امبير. تمام. هنوزعوه دلوقتي ونعرف بس الدنيا ماشيه ازاي. ادي التيار كله. طب عايز احسب تيار الجلفانو. انا قابلني فرعين، فرع 6 وفرع 4. يبقى اقسم التيار كله على كام؟ على 10 وادي الاربعه 6. اصل انا عايز تيار الفرع ده. يبقى انت عندك ايه؟ 6 و4. عايز توزع التيار، اقسم التيار كله على مجموعهم اللي هو 10.
والفرع ال6 ياخد 4 أجزاء والأربعة ياخد 6 أجزاء. فأنا عندي التيار كله اهو اللي معايا، هاقسم الكلام ده على 10 اللي هو مجموع الأجزاء، طلع لي قيمة الجزء. الفرع اللي مقاومته 4 ياخد كام جزء؟ هياخد 6 أجزاء، يبقى اضرب في 6. طلع معايا القيمة ب48 على 125 أمبير. فتعالى بقى نشوف القيم اللي عندي، أنا كده جبتها بالأمبير. تيار الأميتر عبارة عن 16 على 25 يا جماعة، ده بالأمبير، أنا عايزه بالملي، يبقى اضرب في 10 أس 3 هيطلع معايا 640 ملي، فده 640 ملي أمبير. طب تعالى ده 48 على 125، 48 على 125 ده كده بالامبير، هضربه في 10 اس 3 لانه عايز الناتج بالملي، طلع 384، يبقى 384 ملي امبير بس. فده بالنسبه لحل السؤال رقم 6. يبقى انا قسمت الفولت كله على المقاومه كلها، جبت التيار كله، وزعت. هيجي طالب بقى يقول لي يا مستر انت وزعت ازاي يا مستر؟ يا عم وانا مالي يا عم، ده شغل فصل اول يا ابني، انت هنا في الفصل الثاني، يعني المفروض جاي مخلص الفصل الاولاني. ومع ذلك اقول لك ده الاي كله، لقيت قدامي كام فرع؟ فرعين، فرع 6 وفرع 4. قسمت الكل اللي هو على مجموع الاجزاء اداني الجزء. بس لما تيجي توزع الطار بتوزع بالعكس، يعني الفرع الاربعه ياخد 6 اجزاء والفرع السته ياخد كام؟ ياخد 4 اجزاء. فانا تيار الجلفانو قلت التيار كله على مجموع الاجزاء اللي هم 10، وبما ان الفرع ده مقاومته 4 يبقى هياخد 6 اجزاء بس. ده بالنسبه لسؤال 6. يلا بينا نشوف السؤال اللي بعده يا شباب، رقم 7 بيقول لي ايه؟ تعال نشوف. السؤال السابع يا باشمهندس بيقول لي ايه؟ تعالى يا باشا، بيقول لك جلفانو متر مقاومته 20 اوم. تعالى نرسم. ادي جلفانو ار جي مقاومته 20 اوم، ماشي. ادخلها ضمن دائره كهربائيه مقاومتها 80 اوم، وصله بمجزء مقاومته 5 اوم، يعني وصلته كده بمجزء على التوازي، المجزء مقاومته كام؟ 5 اوم، وحطيته في دايره 5 اوم، ماشي. جلفانو مقاومته 20 ادخل ضمن دايره كهربائيه مقاومتها 5 كي، وادي بطاريه دايره كهربائيه. عايز النسبه من التيار المر في الجلفانو قبل وبعد توصيل المجزء. شيل المجزء كده خالص، وعايزين التيار. طيب التيار اللي بيمر في الجلفانو ذات نفسه، احسب النسبه من التيار اللي مر في الجلفانو في ملف الجلفانو ذات نفسه. طيب بسم الله، انا عندي طرق كثيره في دماغي ممكن اطبقها. تعالى كده، دي الدايره الاولى قبل ما توصل، صح؟ استنى بس. وده ار جي اللي هو 20 اوم، هيتوصل بمجزء كام يا جماعه؟ كام يا جماعه؟ 5 اوم، ومقاوم الدايره كام يا جماعه؟ 80 اوم. تخيل ضمن دائره كهربائيه مقاومتها 80 اوم. ودي البطاريه. احنا قلنا الجلفانو 20 والدايره مقاومتها 80، يعني ده كده 80. المجزء بقى اللي انت هتوصله ب 5 اوم، يبقى ده في الحاله الاولى قبل توصيل المجزء اللي هو 5 اوم، وده بعد توصيل المجزء اللي هو 5 اوم. عايز النسبه بين تيار الجلفانو قبل وبعد توصيل المجزء، ماشي. شغل فصل اول بحت، في طرق كتير. طيب ثانيه واحده، طيب تعالى كده حبيب قلبي نجيب النسبه بين تيار الجلفانو قبل بعد توصيل المجزء. بسم الله بسم الله. استنى بس، تعالى كده. ار كلها في الحاله الاولى 80 و20 يبقى كام؟ 100 اوم. وار كلها بعد توصيل المجزء في الحاله الثانيه 20 و5 توازي، 20 في 5 على 20 زائد 5 4، 4 زائد 80 يبقى 84. طب ما انا ممكن بقى افرض ان التيار كله في الحاله الاولى ب 84 والتيار كله في الحاله الثانيه ب 100 اهو تاني. المقاومه 184 يبقى التيار 84 100، يبقى التيار في الاول 84 اهو، يبقى التيار اللي مر في الجلفانو 84 طب التيار في الحاله الثانيه هنا ب 100 عايز اوزعه لان تحديدا عايز تيار الجلفان. طب اوزعه ازاي؟ زي السؤال اللي فات يا عم، عندك فرعين، واحد ب 20 وواحد ب5. اقسم الكل ووزع بالعكس. يعني ممكن اقول لك ايه؟ ال 100 ده الكل تتقسم على كام يا جماعه؟ على 25. فرع 20 فرع 5 يبقى تقسم على 25، ده الجزء.
الفرع ال20 واخد 5 أجزاء، يبقى في 5. طلع معايا 20 I على فرضي. كان ممكن تيجي تقول لي إيه؟ دي مقاومة و4 أمثالها. يبقى أقسم ال100 على إيه؟ على ال5. فيبقى دي مقاومة كبيرة تيار صغير، يبقى خمس ال100 اللي هي 20. طيب يبقى I جلفانو في الأول قبل توصيل مجزئ لI جلفانو بعد توصيل مجزئ. في الأولاني تيار الجلفانو كام؟ 84. وبعد توصيل المجزئ يا جماعة الجلفانو ذات نفسه بس أشعة تيار كله بكام؟ ب20. يبقى 84 على 20 هيديك 21 على ال5. دي النسبة بين تيار الجلفانو قبل بعد توصيل المجزئ 21 على ال5. يبقى حبيب قلبي ده بالنسبة لسؤال رقم 7 تقريبا أو 6، 7 تقريبا. فأنت حسبت تيار الجلفانو قبل بعد توصيل المجزئ. هي شغل فصل أول بحت خلاص. طيب تعالوا مع بعض نشوف السؤال اللي بعديه رقم 8. طيب نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ مع بعض كده نشوف. مديك الرسمة دي بتقول لي يا عم الحاج الشكل الموضح عند غلق المفتاح كي واحد فقط تقل الحساسية للربع. لا اسمعني، يعني ده جلفانو لما اقفل كي واحد فقط يبقى انا موصل مجزئ تيار مقاومته كام؟ 2 اوم. انت بتقول لي ان الحساسية بتقل للربع. ماشي، الحساسية تقل للربع، لسه قايلين شقلب اطرح واحد شقلب. شقلب الربع 4، 4 ناقص 1 3، شقلب يبقى تلت. فده معناته ان ار اس هتكون تلت الار جي. طب ما هي الار اس ب2 ودي عباره عن تلت الار جي، فيبقى الار جي بتساوي 2 على تلت، يعني 2 في 3 6 اوم. فانا جبت الار جي 6 اوم وما بتتغيرش، دي كده 6 اوم وما بتتغيرش، دي مقاومه الجلفان. بيقول لي ايه كمان؟ ويصبح صالحا لقياس تيار شدته نص امبير. يعني الجهاز دلوقتي اقصى تيار يقيسه نص امبير. طب ما تيجي تحسب اي جي. ايوه، طب احسب الاي جي ازاي حبيب قلبي؟ خلاص سهله، دي مقاومه وثلاث امثالها. لو معاك برتقانه عايز تطلع منها حته وثلاث حتت اقسم على كام؟ على الاربعه. فدي مقاومه وثلاث امثالها، يبقى اقسم على الاربعه، نص على الاربعه هيديك تمن. دي المقاومه الكبيره يبقى تاخد تمن، ودي صغيره الباقي، فدي تمن امبير. ده الاي جي تمن امبير. بيانات الجلفانو ما بتتغيرش، يعني مقاومه الجلفانو اللي هي الار جي 6 اوم، واقصى تيار يستحمله ملف الجلفانو اللي هو اي جي بتمن امبير. هو بقى عايز ايه؟ تعال نشوف هو عايز ايه. هو بيقول لك احسب اقصى تيار يمكن قياسه وكمان مقاومه الجهاز لما اقفل مفتاح كي 2 وبعد كده ارجع تاني اقفل مفتاحين. طب تعال نقفل مفتاح كي 2 بس. لما اقفل المفتاح كي 2 هيبقى الجلفانو متوصل توازي مع مقاومه كام؟ مع مقاومه 4 اوم. طيب انت دلوقتي عند حضرتك مقاومه الجلفانو كده كده 6 اوم. ده انت رخمه بصحيح، ده انت رخمه قوي. كده كده ار جي هتساوي، يعني هنا في عفريت يعني، ماشي 6 اوم. وكده كده اقصى تيار يستحمله ملف الجلفانو اللي هو الاي جي هيبقى 8 امبير. هو بقى عايز المقاومه كلها هنا وعايز اقصى تيار يقيسه بجهاز. شغل فصل اول، المقاومه كلها دي 6 و4 توازي، يبقى 6 في الاربعه على 6 زائد 4 هيبقى بالنسبه لي 2.4 اوم. دي المقاومه كلها. وعايز كمان اقصى تيار. طيب ممكن طبعا معاك التيار هنا تجيب التيار هنا وتجمعهم يجيب التيار كله او بالقانون مباشر. لسه كاتبين في السؤال اللي قبل اللي فات ان اي بتساوي اي جي ار جي على الار اس زائد الاي جي من القانون المباشر ده. فاجيب الاي هتساوي، يلا بينا، الاي جي بتم، يبقى تم في الار جي ب6 على الار اس اللي موجوده في هنا 4. الكلام ده كله زائد لوحده كده الاي جي اللي هو تم. هيطلع اقصى تيار صفر علامه 3.125 امبير
اللي هو بالنسبه لي 5 على 16 امبير. ده في حاله ان قفلت المفتاح كاتنين بس. طيب اللي ما لقطش يجي يلقط معايا تاني، نقفل بقى مع بعض المفتاحين اهو، قفلنا المفتاحين. انت كده كده مقاومه الجلفانو اللي هي ار جي 6 او، واقصى تيار يستحمله ملف الجلفانو اللي هو اي جي بكام يا جماعه؟ 8 امبير. يلا بينا نشتغل. هو الراجل عايز المقاومه المكافئه لما اقفل المفتاحين، فالمقاومه المكافأة هيبقى كلك ضم التوازي 2 و4 و6 كل ده توازي، فهقول 1 على ال6 زائد 1 على ال2 زائد 1 على ال4. ف1 على المقاومة المكافأة بتساوي 1 على 6 زائد 1 على 2 زائد 1 على 4. الناتج اللي يطلع ده مقلوب المقاومة المكافأة، ارجع تاني اشقلبه هيطلع معايا 12 على ال 11 اوم. 12 على 11 اوم دي المقاومة المكافئة يا جماعة، اللي هي 1.9 1.9 اوم. دي بالنسبة لي المقاومة المكافئة. رجع يقول لك عايز أقصى تيار، عوض في القانون ده. الاي هتساوي اي جي ار جي على ار اس زائد الاي جي. هتيجي تقول لي يا مستر الار اس هنا بالاثنين ولا اربعه؟ مكافئهم اللي هو كام؟ ما هو طالما دي مقاومه وضعفها ممكن تقول ضربهم مجموعهم 2 في 4 2 زائد 4 اوكي، او مقاومه وضعفها زي ما علمتكم تلت الكبيره، يعني دي 4 على 3 اوم، دي الكبيره تلتها. طب يلا بينا نعوض. الاي جي بكام يا جماعه؟ بتم، والار جي ب 6 على الار اس ب 4 على 3 اللي هي مكافئ 2 و4 توازي. الكلام ده كله بقى زائد الاي جي اللي هو بكام؟ بتم. هيطلع معايا اقصى تيار 11 على ال 16. هيطلع معايا اهو الاي 11 على ال 16 امبير، اللي هو كام يا باشا؟ اللي هو 0.6875 امبير بس. فانا في كل حاله حسبت المقاومه كليه، وحسبت برضو اقصى تيار يقدر ان هو يقيسه. اهم حاجه كان الستارت والبدايه في السؤال، ان جيت قلت لك لما قفلت المفتاح كيو 1 انقصنا الحساسيه الربع، ده معناته موصل ار اس ثلث الار جي، فانا عندي الار اس جبت منها الايه؟ الار جي. وبشغل الفصل الاول قدرت اجيب الاي جي، والار جي والاي جي بيانات ثابته ما بيتغيروش، لان دي مواصفات تخص الوحده الاساسيه اللي عندي اللي هي الجلفان. طيب السؤال اللي بعديه يا جماعه رقم 9. نشوف كده السؤال رقم 9 هيقول لي ايه ودنيته ايه وعايز مننا ايه. يلا بينا يا جماعه نسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف السؤال رقم 9 بيقول لنا ايه. في الشكل المقابل عند غلق كيو 1 تقل الحساسيه لنص. لا استنى، يعني ده جلفانو وده بالنسبه لي كيو 1 قفلناه يعني وصلنا ار. قال لي الحساسيه هتقل لنص. شقلب اطرح واحد شقلب. الحساسيه تقل للنص، شقلب النص 2 2 ناقص 1 1، يبقى ده معناته الار اس بيساوي الار جي. يبقى من هنا الار اس هتساوي الار جي. طب ما هي الار اس بار، يبقى استنتجت ان الار جي بتساوي برضو ايه؟ بتساوي ار زي ما حضرتك شايف كده. عايز يعرف ايه اللي هيحصل الحساسيه لما اقفل كي 2 بس؟ طب لما اقفل المفتاحين مع بعض. طيب انا عايز اقول لك على حاجه، لو جيت لك على جنب كده انت المفروض مذاكر الشرح. القانون بتاع الحساسيه، حساسيه الاميتر لحساسيه الجلفانو كقوانين واستنتاجات، ده عباره عن ايه؟ عباره عن اي جي على الاي، وده في نفس الوقت بالعكس بقى، ما هو ده توصيل توازي، فيبقى ار كلها على ار جي. فانا يا باشا حساسيه الاميتر يعني ده الجهاز الجديد والجلفانو ده القديم. ار كلها يعني المقاومه الجديده للمقاومه القديمه. يعني استنى، يعني ممكن اقول حساسيه الاميتر اللي هي جديده على حساسيه قديمه هتساوي ار كلها اللي هي ار جديده على ار قديمه، وانجز نفسي واعرف ايه اللي هيحصل الحساسيه. طب تعال نشوف. لما نقفل احنا خلاص اهو حساسيه قديمه بقى على حساسيه جديده هتساوي ار قديمه قبل ما تعدل لار جديده. تعالى كده نطبق الكلام ده. في الحاله الاولى يلا، حساسيه 1 على حساسيه 2 قديمه الجديده
قبل ما تقفل حاجة المقاومة هي الجهاز اللي معاك هو الجلفانو اللي هو مقاومته بR. طب لمّا تقفل المفتاح التاني بس، يبقى مقاومة الجهاز كله، أنت بتقول مقاومة الجهاز كله R مع 2R توازي، يبقى 1 في 2 على 1 زائد 2 تُلتين، يبقى دي بالنسبة لي تُلتين R. R تروح مع R، 1 على تُلتين كام؟ 3 على 2، يبقى حساسية 2 لمّا تضرب مقص هيبقى تُلتين حساسية 1، ده اللي هتقول إليه الحساسية، هتبقى التُلتين. طب تعالَ نعوّض تاني في القانون ده، يالّا. حساسية قديمة على حساسية جديدة، قبل ما تعدّل الجهاز اللي ماسكه في إيديك جلفانو مقاومته بR، بعد ما تعدّل بقى الجهاز ده كله بقى، ما إحنا قفلنا المفاتيح كلها، كلّك توازي R وR بنُص، يبقى نُص في 2 على نُص زائد 2، دي مقاومة الجهاز الجديد بعد التعديل، يبقى نُص في 2 على نُص زائد 2، هيطلع 2 على 5 R. فR تروح مع الR 1 على 50 يبقى 5 على ال2، اضرب مقص يبقى حساسية 2 هتساوي 2 على 5 حساسية 1، ده اللي هتقول إليه لمّا أقفل المفتاحين. فده المطلوب الأولاني اللي هو أ، وده المطلوب التاني اللي هو ب. فأنا يا باشا كاستنتاجات في الشرح قُلنا إن حساسية الأميتر للجلفانو IG على الI، طب ما هو بالعكس يبقى R كلها على RG، فالأميتر اللي هو الحالة التانية، الجلفانو اللي هو الحالة الأولى، R كلها اللي هي الحالة التانية، RG اللي هي الحالة الأولى. فممكن أقول إيه، حساسية أولى على حساسية تانية، مقاومة الجهاز قبل ما تعدّل عليه لمقاومة الجهاز بقى الجديد كله بعد إجراء التعديل عليه، وده بالفعل اللي إحنا نفذناه في السؤال اللي عندنا. طيب يالّا بينا يا جماعة نشوف السؤال رقم 10 بيقول لي إيه. السؤال رقم 10 نشوف كده هيشحططنا وراه شوية واحدة واحدة، بس على مين؟ يالّا نتعامل. شكل مقابل يبين تركيب جهاز الأميتر عند توصيل X مع الطرف A. هيبقى أميتر بيقرأ الرقم ده، وعند توصيل X مع B هيقرأ الرقم ده. عايز R1 وR2 وكمان أقصى تيار لمّا أوصّل الطرف C مع X. طب لا، 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 بالله عليك، بالله عليك، واحدة واحدة معلش، واحدة واحدة أنا نسيت لك. في الأول إحنا وصّلنا الطرف X مع الطرف A، ده جلفانو، هيبقى الجلفانو ده متوصّل توازي ملامس أهو طرفي الR1 يبقى ده المجزئ. أنا عندي كده هو عايز R1، طب ما هو R1 بقى اللي هو المجزئ هتساوي إيه؟ IG RG على الI ناقص الIG، يبقى الR1 هتساوي، نعوّض يا جماعة، تيار الجلفانو على الرسمة بكام؟ 50 مللي، يبقى 50 في 10 سالب 3. مقاومة الجلفانو كام يا جماعة؟ 50 على الI لمّا توصّل R1 كمجزئ بجهاز بيقيس تيار كام؟ 25 و5% ناقص الIG اللي هي 50 مللي، يبقى 50 في 10 سالب 3، أحطها في قوس لأن دي 50 في 10 سالب 3. هتطلع الR1 1/10 أوم، يا مسهل. كده جبت الR1 1/10 أوم. هارجع تاني، هو هيوصّل بقى الطرف X مع B، هيبقى الجلفانو متوصّل توازي مع مجموع الR1 والR2، يعني المجزئ هو R1 وR2، يعني من الآخر R1 زائد R2 ده المجزئ الجديد، ده عبارة عن إيه؟ IG RG على I ناقص IG. فتعالَ نشوف كده القيمة دي بكام، الIG كام؟ 50 في 10 سالب 3 والRG 50 على الI اللي هيقراه لمّا وصّلت طرف X مع B 5.5% ناقص الIG اللي هي 50 في 10 سالب 3. طلع معايا يا جماعة 5/10، يبقى R1 اللي هي ب1/10 زائد R2 النتيجة 5/10، يبقى R2 هتساوي ثانية كده بقى، 5/10 ناقص 1/10 يبقى 4/10 أهو. أديني جبت الR1 وR2. طب أنت عايز إيه؟ قال لك بقى عايز أقصى تيار لمّا أوصّل في الاتجاه C. وR3 عندي، هامسك كده هاوصّل المفتاح في الاتجاه C. مين هيبقى مجزئ التيار؟ الجلفانو هيتوصّل توازي مع الفرع ده، يعني مجزئ التيار مجموع الR1 والR2 والR3. طب استنى كده، هو عايز I،
طب ما هو اي كقانون مباشر اي جي ار جي على ار اس بلس اي جي. هتيجي تقول لي يا مستر الار اس عوض عنها بكام؟ هو مجموع الار 1 والار 2 والار 3 دي الفرع ده هو اللي توازي مع الجلفان. 1 من 10 4 من 10 5 من 10 5 من 10 4 من 10 8 من 10 يبقى عوض على الار اس 8 من 10 اوم، ده المجزء اللي متوصل توازي. اي بقى يلا الاي جي كام؟ 50 مللي، 50 في 10 سالب 3، والار جي 50 على الار اس يا جماعه 8 من 10 مجموع كلك دمت في او سوري زائد الاي جي اللي هو كام؟ 50 مللي يبقى 50 في 10 سالب 3. هيطلع اقصى تيار عندي يا جماعه 127 على ال 40 اللي هي كام؟ 3.175 امبير. بس كده ده اقصى تيار. يبقى احنا حسبنا الثلاث مطالب اللي هو عايزها. فانا الهدف من السؤال لما توصل طرف اكس بايه هيبقى ده مجزء تيار ار واحد بس، لما توصل الاكس بي هيبقى مجزء تيار مجموع الار واحد والار 2، لما توصل بالطرف سي هيبقى مجزء التيار مجموع الار واحد والار 2 والار 3. خلاص يا باشا؟ فده بالنسبه للسؤال رقم 10. تعالى بينا يا باشا نشوف السؤال اللي بعده رقم 11. تعالى يا باشا نشوف سؤال 11 عايز ايه؟ جه له مقاومته 21 اوم، ماشي. فالار جي هتساوي 21 اوم، يدل القسم الواحد من تدريجه على 25 ملي امبير، يعني ده اي جي 25 ملي امبير، بس ده اي الايه؟ القسم الواحد. فاذا وصل بمجزء 7 من 100 اوم يبقى ار اس هتساوي 7 من 100 اوم، ماشي. عايز التيار بتاع القسم الواحد يعني اي قسم الواحد، ماشي. طب ما انا اعوض بقانون اي مباشر، يعني الاي هتساوي اي جي ار جي على الار اس زائد الاي جي. انا مطمن ليه؟ لانك لما تعوض عن اي جي قسم او لما تعوز اي القسم فلازم اي جي قسم، اي جي قسم وهو متوفر، فهحل بقى على طول عادي جدا. اي جي بكام؟ 25 مللي يبقى 25 في 10 سالب 3، والار جي 21، والار اس يا جماعه 700. الكلام ده زائد بقى الاي جي اللي هو 25 في 10 سالب 3 اهو 25 في 10 سالب 3. هيطلع معايا تيار القسم بعد توصيل مجزئ 7.525 امبير. يبقى ده بالنسبه لي تيار القسم زي ما حضرتك شايف. فهي التركه انك تخلي بالك طالما انت عايز تيار قسم يبقى لازم اي يكون بتاع القسم، والحمد لله هو متوفر عندي في السوق. طب ده بالنسبه لسؤال رقم 11. حبيب قلبي ده بالنسبه لاسئله الاميتر، اسئله مهمه جدا 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 لابعد مما تتخيل. اهم نقطتين انا شايف ان انا ضفتهم لك في الفيديو ده وممكن يفرقوا معاك، هي ان انا لما اقول لك مثلا الحساسيه قلت للعشر كاميتر شقلب اطرح واحد شقلب يديك الار اس بداله الار جي. يعني حساسيه قلت للعشر وانا بتكلم عن اميتر، شقلب العشر يبقى 10 اطرح واحد يبقى 9 شقلب 9 يبقى 9 يبقى وصلت الار اس 9 ار جي. دي النقطه الاولى. تاني نقطه ان انا لما احب اعرف لما وصلت المجزئ فلاني ايه اللي حصل للحساسيه، فبنقول لحضرتك حساسيه اولى لحساسيه ثانيه عباره عن مقاومه الجهاز اللي انت ماسكه في ايديك في الاول لمقاومه الجهاز كله اللي انت ماسكه في ايديك بعد التعديل. فحساسيه اولى حساسيه ثانيه مقاومه اولى مقاومه ثانيه بتاعت الجهاز اللي انت ماسكه في ايديك، تقدر تعرف من خلال الحسبه دي ايه اللي حصل للحساسيه. فده مهم جدا وبيفرق معايا. خلاص يا باشا، نلقاك ان شاء الله في الفولتميتر والاوميتر، وباكد لك ان اجهزه القياس مهمه جدا. وسي يو.